السلام عليكم. تصدقوا حتة عظمة صغيرة قد كده كانت سبب إن عيلة كل يوم تاكل لحمة؟ إزاي؟ هي دي قصة النهاردة. كان في مرة واحد حلاق عايز ياكل لحمة، راح للجزار فقال له أنا عايز أشتري كده حتة لحمة بس تكون حلوة. فالجزار قال له طب استنى أنا هشفي لك دلوقتي حتة لحمة معتبرة. المهم الجزار وقف علشان يشفي اللحمة، وفجأة عينه وجعته. قال يا عيني يا عيني. الحلاق بيقول له في ايه؟ قال له في حاجه في عيني وجعتني قوي، انا مش عارف عيني ايه اللي حصل لها. المهم الحلاق قال له طب تعالى لي المحل اشوف لك في عينك ايه وكده، حاول يعني انضفها لك. الجزار قال له هتعرف؟ قال له بس الاول هات لي حته لحمه حلوه كده. فالجزار قال له طب خلاص روح انت على المحل وانا هجيب لك حته لحمه حلوه كده واجي تشوف لي عيني. وده اللي حصل فعلا. الجزار اخد حته اللحمه وراح للحلاق. المهم الحلاق بص في عينه كده قال له ولا اي حاجه ولا فيها اي حاجه، زي الفل، هي بس محتاجه تعقيم. ومشي الجزار راح على المحل بتاعه، وتاني يوم برضه عينه وجعته. راح للحلاق قال له برضه عيني وجعتني النهارده. قال له يا نهار ابيض، طب تعالى كده ما ابص لك عليها. بص عليها وقال له برضه محتاجه تعقيم. فالجزار قال له ايه الحكايه دي؟ قال له مش عارف، بس هي محتاجه تعقيم كل يوم لحد ما تخف. امتى هتخف مش عارف، بس وانت جاي كل يوم كده يبقى هات لي حته لحمه معاك حلوه. فالجزار قال له ماشي. يوم واتنين وتلاته وبقى يروح له كل يوم واخد معاه شويه لحمه كده ولا حته لحمه حلوه، ويروح للحلاق عشان يعقم له عينه. لحد ما في يوم الحلاق تعب وما قدرش يروح المحل، فراح ابنه بداله. فجه الجزار وقال له فين باباك؟ قال له ده هو ما جاش النهارده عشان تعبان. ليه؟ قال له انا عيني بتوجعني وهو كل يوم بيعقمها لي، وخد حته اللحمه دي واديها له علشان خاطر انا باجي كل يوم اديله حته لحمه ويعقم لي عيني. فابن الحلاق قال له طب وريني عينك كده. بص في عين الجزار لقى فيها حته عظمه صغيره قوي. شالها. قال له على فكره انت كده مش محتاج ان انت تعقم عينك كل يوم ولا حاجه، هي خفت خالص ومش هتحتاج تيجي. قال له بجد؟ قال له وتاني يوم الحلاق برضه كان لسه تعبان، فابنه برضه اللي راح المحل، وراح وكمل يومه واشتغل وزي الفل، ورجع للحلاق بالليل. فالحلاق بيقول له فين اللحمه؟ فالولد قال له لحمه ايه؟ قال له اللي انت جبتها امبارح، مش كان في جزار كل يوم بيجي يعقم عينه ويدينا حته لحمه؟ فالولد قال له بس انا امبارح شلت له العظمه من عينه وخلاص مش محتاج. قال له ليه يا ابني كده؟ ليه بس كده؟ فابنه استغرب جدا. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت زعلان ان انا خففت له عينه وخلاص عالجتها ومش هيحتاج يعقمها تاني؟ قال له ايوه، ما انا كنت سايب حته العظمه جوه في عينه عشان كل يوم ناكل لحمه. يعني الحلاق اللي كان في الوقت ده يعتبر هو الطبيب، طبيب الحي، طبيب المنطقه، الطبيب اللي بيداوي اللي بيخفف الام الناس، هو نفسه اللي كان سايب الالم جوه عين الشخص ده علشان ياكل من وراه، عشان يسترزق من وراه، عشان يستنفع من وراه. يعني في ناس على ألمك ووجعك بتبقى مستنفعة منك، بتبقى دايما محتاجة ان انت تتوجع علشان هي تبقى مبسوطة او مسترزقة او جايلها خير من وراك. يا نهار ابيض، هو في كده؟ في كده للأسف. لو عجبتكم حكاية النهاردة يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناتي وكمان تفعلوا زر الجرس وتقولوا لي ايه رأيكم.